يلا يا ولاد اقعدوا في اماكنكم كده، الله يرضى عليكم. النهارده بقى عندنا درس مهم قوي، درس يخليكم تفهموا الدنيا ماشيه ازاي، مش حساب ولا قراءه، ده درس في الحياه. يعني حضرتك مش هتفتح الكتاب ولا تكتب حاجة على السبورة؟ أصل إحنا من امبارح حافظين الدرس وجايين مستعدين. كتاب ايه وسبوره ايه بس؟ قول لي انت الاول كده، ابوك عمل ايه امبارح من بعد العصر لحد ما نام؟ احكي لي بالتفصيل، يمكن نتعلم حاجه مفيده. والله يا أستاذ، أبويا كان قاعد على المصطبة قدام البيت وكل شوية يقوم يتخانق مع عم صلاح الحلاق على الكورة، وبعدين رجع زعلان وقال مش هيكلم حد. كويس قوي الكلام ده، اكتبه بقى ورايا. ابو حسنين اتخانق مع صلاح الحلاق وزعل ورجع قعد في الدار، اهو ده درس كامل في النفس البشريه. طب وانا يا استاذه اقول ايه؟ اصل عندنا في البيت كل يوم حكايه شكل، ومش عارفه ابتدي من انهي واحده ولا انهي واحده اهم. قولي يا بنتي، احكي. امك طبخت ايه امبارح؟ وخلينا نشوف الطبيخ عمل ايه في معنويات البيت كله. انا هقول يا استاذ، امي عملت ملوخيه بس اتحرقت منها شويه، وابويا قعد يقول ده مش اكل، دي مؤامره، وقام نام من غير ما يتعشى. اكتبوا: ملوخيه اتحرقت، اب زعل، بيت نام من غير عشاء، اهو ده اللي اسمه تأثير الأكل على استقرار الأسرة. بس يا أستاذ، هو إحنا مش المفروض ناخد حساب ولا قراءة؟ أصل الامتحان قرب وإحنا مش فاهمين حاجة من أول الدراسة، وحضرتك ما علمتناش أي حاجة. امتحان ايه بس؟ ده انتوا لو فهمتوا الناس بتعيش ازاي هتتعلموا الحساب لوحدكم، انما الحساب والارقام من غير ناس ملهاش اي لازمه. طب وأنا خالي يا أستاذ، ده هج وساب البيت وسافر فجأة ومحدش عارف راح فين ولا ساب لمراته حتى فلوس العيش. سافر فين؟ ما التفاصيل دي هي اللي بتعمل العلم الحقيقي. احكي واحدة واحدة علشان زمايلك يتعلموا. بيقولوا راح طنطا وقال رايح يشتغل، بس بقاله اسبوعين ومفيش خبر، ومرات خالي كل يوم تقول جوزي هج وساب كفر البلاصي، اكيد نسي عنواننا. اكتبوا: خاله راح طنطا وسايب وراه قلق وحيرة، اهو ده درس في الغياب وتأثيره على اللي قاعدين. ايه اللي بيحصل هنا؟ انا سامع دوشه وضحك من اخر الغيط، ده فصل ولا قاعده على القهوه؟ لا يا عمدة، ده تعليم حديث، بنعلم العيال يفهموا اللي حواليهم قبل ما يفتحوا الكتاب. طيب والدرس فين؟ ده كده العيال هتطلع حافظين اخبار البلد ومش عارفين يكتبوا اسمهم. ما هو كله درس يا عمدة، اللي يفهم الدنيا يعرف يتعامل مع أي حاجة بعدها، حتى الامتحان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا نسيب الكتاب خالص ونسمع حكاوي؟ يعني اللي يعرف إن الملوخية اتحرقت ليه عمره ما يحرق مستقبله بإيده، كله مترابط يا عمدة. أنت شكلك فلسفتها زيادة عن اللزوم، بس العيال شكلهم مبسوطين. ما هو اللي مبسوط يتعلم أسرع، إنما اللي مكشر عمره ما يفهم حاجة. يعني مش هناخد حساب النهاردة ولا نفتح الكتاب خالص؟ هنقضيها طول اليوم انبساط. خدوا اجازه من الحساب النهارده، بس ما تاخدوش اجازه من انكم ما تنسوش اي حاجه بتحصل بين ابوكم وامكم. بكره نبقى نشوف اي واحد فيكم شاطر وجايب اخبار حلوه. انا الاستاذ شخبط وبحب النميمه قوي، اصلا انا من كفر البلاصي والناس هنا كلها نمامه، واللي ما ينمش كانه بات من غير عشاء. وانتوا يا مشاهدين لو ما عملتوش لايك للفيديو وسبسكرايب، بكره مش هبطل نم عليكم، فاحسن لكم تعملوا لايك وشير واشتراك. استنونا في الحلقه الجايه، فيها مفاجاه هتبسطكم قوي، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الحلقه دي لاصحابكم وحبايبكم. يلا نشوفكم الحلقه الجايه.